شكو تطق جيرانك بدول الخليج. ايش فيكم يا الناتو اللي طالعين حق ساحة الإرادة؟ انت مو طالع علشان هذه القضية، صح ولا لا؟ شكو تطق جيرانك بدول الخليج، شكو تهمز وتلمز وتقط نغزات عليهم. ليش تشط عن القضية الكبرى وتروح مكان ثاني؟ ليش؟ احنا دولة ديمقراطية نتكلم، باقي الشعوب ما يقدرون يتكلمون، وافتخر اني انا كويتية واتكلم الحين من هالمنصة. ايش قصدك؟ احنا نتكلم وغيرنا ما يقدر يتكلم. زين هذا شكو بالقضية، ايش دخل يعني ايش دخل هذا بهذا؟ شكو ابي افهم بس. ليش تنغز عليهم ليش؟ وترى واضح قصدك. خلكم شجعان وقولوا انا اقصد الامارات، انا اقصد السعودية، انا قول ولا قولي. اما تنغزون عيب الحكي هذا، وحتى طبعا اللي قلته هم عيب، لكن خلكم على الاقل شجعان. انا قاعد احاول اربط المواضيع ان احنا دولة ديمقراطية واللي يمنا ما يقدر يتكلم، على الاقل اللي يمنا ما تتكلمون، بس ما شاء الله انجازات، خليني ساكت. بعدين انت مو طالع علشان قتل الاطفال وهدم المستشفيات وهذا المفروض. ايش دخل بالديمقراطية؟ يا انا ابي افهم يعني شنو الربط؟ يرحم امكم، شنو الربط؟ معناته انت مو طالع عشان قضية، معناته انت طالع عشان تطقين الربع لاحقاد احزاب معينة، غاصلين مخكم، ما ادري، بس مو عشان قضية. هذا الواضح يعني اعتصام علشان القضية والارض المحتلة، ونص حكيكم على الربع يمنا. عيب ترى هذول جيران، عيب استح. وطبعا يطلع لك منهم من هالفكر الاهبل، يقول لك كابة تويتر قاعد يسبوننا. ومن متى احنا نرد الاساءة بالاساءة؟ ومن متى تويتر كان مقياس؟ تويتر 3/4 ترى يهال وناس ما شلون صايرة. تحط حالك حالهم وتروح تطق دولة كاملة؟ اصحى. ودام ان احنا بهالفيديو خليني اقول لكم يعني بعض مواقف المملكة العربية السعودية في هالموضوع هذا اللي انتم قاعدين تتحرشون فيها. اسمع، اكثر من 155 شهيد في 1948. لا تنسى انهم وقفوا تصدير النفط مرتين عشان القضية، وهذا طبعا يضر بالسعودية ويضر باقتصادها، لكن وقفوها علشان القضية. ولا انسى المبادرات السعودية اللي حاولت تحل القضية، يا اخذ وخل. هذا طبعا غير التبرعات اللي في مئات الملايين من الشعب والحكومة. الامارات، تعال حبيبي بالامارات انزل لي، تعال اطيح لك سلايد، تعال سجل. رئيس الدولة تبرع ب20 مليون دولار علاج 1000 طفل فلسطيني. وين؟ بالامارات. يجي هو وهلا وباشروا فيها، والحين بدأوا ينقلون الاطفال سواء من السعودية ولا من الامارات وكل دول الخليج، لكن احنا قاعد نتكلم عن هالدولتين لان عليهم الطق الحين. الله يرحمك يا ابو الفهود الملك فهد، لما بالغزو قال يا نبقى سوا احنا مع الكويت يا ننتهي سوا. استذباح ريال. منو تبي؟ الشيخ زايد الله يرحمه اللي فتح الامارات كلها حق الكويتيين. في الختام بيوجه رسالة حق اخواننا بالخليج وتحديدا السعودية والامارات، سامحونا تكفى ومسحوها بوجهي اذا تمسح يعني.